لما بنسمع دلوقتي كلمة إيران غالباً بنفكر في البرنامج النووي، الاحتجاجات، الحروب والصراعات في بلاد تانية هي اللي بتيجي في بالنا. لكن في الحقيقة للناس اللي مش عارفين، قصة إيران ما بدأتش بحكومة دينية. قبل ما يجي الإسلام كان فيه ممالك كبيرة في المكان ده، من ضمنهم الإمبراطورية الفارسية اللي في وقت من الأوقات حكمت أراضي واسعة جدا من آسيا الوسطى لحد أجزاء من أوروبا وأفريقيا. عشان نفهم ليه إيران مش بتثق في الدول التانية لازم نرجع للوقت اللي الإيرانيين بدأوا يفقدوا فيه السيطرة على بلدهم واحدة واحدة. الجزء ده هيبتدي في أوائل القرن العشرين، بس قبل كده لازم نرجع شوية لحد حوالي سنة 1800. في الوقت ده كانت إيران لسه تحت حكم سلالة القاجار. دي كانت عيلة من الملوك حكمت من أواخر القرن الثامن عشر لحد أوائل القرن العشرين. أوروبا كانت بتسمي إيران زمان باسم فارس، لكن الشعب الإيراني كان دايماً بيسمي بلده إيران. إيران كانت أرضها كبيرة، لكن الحكومة المركزية كانت ضعيفة. الملك كان معهوش فلوس كفاية، كمان الأسلحة كانت قديمة وجيشه كان بيحارب بطرق قديمة. إلى الشمال من إيران كانت الإمبراطورية الروسية بتتوسع بسرعة. روسيا كانت عايزة تسيطر على منطقة القوقاز اللي هي المنطقة اللي بين البحر الأسود وبحر قزوين. المكان ده كان مهم لأنه كان زي ممر بيربط لوسط آسيا والمناطق الدافية في الجنوب. لكن كتير من الأراضي اللي روسيا كانت عايزاها كانت من زمان مرتبطة بإيران، عشان كده حصلت حربين كبار بين إيران القاجارية وروسيا في أوائل القرن 19. جيش روسيا كان أحدث وأكثر تنظيم. إيران خسرت في الحربين واضطرت تمضي على معاهدة جولستان سنة 1813 ومعاهدة تركمانشاي سنة 1828. إيران خسرت كتير. الأراضي اللي دلوقتي بقت جزء من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وداغستان راحت لروسيا. كمان جزء كبير من الحدود بين البلدين اتنقل لنهر أوراس. مش بس الأراضي اللي راحت، إيران كمان اضطرت تدفع مبلغ كبير لروسيا، وكمان الروسيين التجار أخذوا حماية خاصة. وروسيا بس اللي كان مسموح لها يكون عندها سفن حربية في بحر قزوين، يعني روسيا بقت أقوى من إيران. عشان كده بقت تقدر تفرض نفسها على الضعيف واللي معهوش فلوس زي حكومة القاجار. وكل ما روسيا كانت بتقوى في الشمال كانت الإمبراطورية البريطانية في الشرق بتقلق. بريطانيا وقتها كانت مسيطرة على الهند اللي كانت أهم مستعمرة عندهم وواحدة من أغناها. البريطانيين كانوا خايفين إن روسيا تقرب من الهند عن طريق آسيا الوسطى، أفغانستان وإيران. الموضوع ده كان مهم، خصوصاً مدينة هيرات اللي موجودة دلوقتي في أفغانستان. بالنسبة لبريطانيا المكان ده ممكن يكون ممر للجيوش اللي عايزة تهاجم الهند، ومع كده إيران حاولت تاخذ هيرات لأنها كانت مرتبطة من زمان بالممالك الفارسية، لكن بريطانيا وقفت ضد ده. سنة 1856 اندلعت الحرب الإنجليزية الفارسية. البريطانيين هاجموا أجزاء من إيران وأجبروا حكومة القاجار إنها توقف محاولتها للسيطرة على هيرات. من وقتها بقى واضح إن إيران محصورة بين إمبراطوريتين قويتين. روسيا كانت بتضغط عليهم من الشمال، وبريطانيا كانت بتهاجمهم من الجنوب والشرق علشان تحمي الهند، وكمان الترك في الخليج الفارسي. والصراع بين الإمبراطوريتين الكبار دول بقى دموي، والصراع ده بين روسيا وبريطانيا بقى جزء من اللي تسمى باللعبة كبرى. كانوا بيتنافسوا على النفوذ في آسيا الوسطى. بالنسبة لبريطانيا إيران كانت مهمة علشان تحمي الهند، أما بالنسبة لروسيا كانت مهمة علشان تبقى طريق للجنوب. هما مش لازم يحتلوا إيران كلها. البلد كبيرة جدا وفيها جبال كتير، صعب وغالي إنهم يراقبوها كويس. كان أسهل لروسيا وبريطانيا إنهم يتحكموا في القرارات المهمة لإيران من برا. ملوك القاجار شافوا إنهم يقدروا يكسبوا من التنافس بين الإمبراطوريتين. الحكومة كانت ناقصة فلوس، كان لازم يمولوا القصر، الجيش، سفارات الملك ومصاريف تانية كتير. عشان كده الملوك بدأوا يدوا اللي بيتسمى امتيازات اقتصادية. ببساطة الملك كان بيد أجنبي أو شركة أجنبية حق خاص إنها تسيطر وتكسب من شغل معين في إيران. ممكن يكون بنك، تعدين، طرق، سكك حديد أو تلغراف، الجمارك أو تجارة منتج معين. وفي المقابل الأجنبي كان بيد الملك أو الحكومة فلوس. فيه شوية مشاريع جابت تكنولوجيا جديدة وبنية تحتية لإيران، لكن الجزء الكبير من الأرباح والسيطرة راح للأجانب. وكمان الفلوس كانت غالباً بتتصرف في القصر وعلى مصاريف الملك الشخصية بدل ما تروح لاحتياجات الناس العاديين. ومع مرور الوقت في أوائل القرن العشرين
زاد عدد المصرفيين والمهندسين الروس والبريطانيين في إيران. رجال الأعمال، الدبلوماسيين والعساكر بقوا ليهم تأثير على البنوك، التجارة، الاتصالات وأجزاء تانية مهمة من الاقتصاد. بريطانيا ساعدت في إنشاء خطوط التلغراف اللي سهلت إرسال الرسائل بسرعة للهند، لكن النظام ده كان معمول أساساً عشان يخدم احتياجات الإمبراطورية البريطانية. في الوقت اللي الأجانب كانوا بيكسبوا وعايشين في قصور فخمة، كتير من الإيرانيين فضلوا فقراء. شوية بدأ الإحساس يتكون إن إيران ما بقتش فعلاً ماسكة أرضها ولا تجارتها ولا مستقبلها. ولما الملك حاول يبيع السيطرة على واحد من أهم منتجات البلد لأجنبي، الناس ما سكتوش. لأول مرة حيتجمعوا التجار، القادة الدينيين والمواطنين العاديين عشان يتحدوا سلطة الملك ونفوذ الإمبراطوريات الأجنبية في إيران. قائد إيران وقتها كان بيتقال له الشاه، دي الكلمة الفارسية اللي معناها ملك. سنة 1890 ناصر الدين شاه ادى تقريبا كل السيطرة على صناعة التبغ في إيران لرجل أعمال بريطاني لمدة 50 سنة. دي كانت مشكلة كبيرة للإيرانيين. كتير من الفلاحين والبياعين ورجال الأعمال كانوا بيعتمدوا على التبغ عشان يعيشوا، وكان كمان التبغ بيستخدم كتير في البيوت والأماكن العامة. في الاتفاقية الجديدة لازم كل زراعة وبيع وتصدير التبغ يعدي على الشركة البريطانية، يعني كده شركة أجنبية هتتحكم في مصدر رزق عدد كبير من الإيرانيين. هنا الناس فقدت صبرها، اتحدوا التجار وزعماء الدين والمثقفين والمواطنين العاديين. قفلوا بعض المحلات وناس كتير بطلوا يستخدموا التبغ. وكمان الزعيم الديني المعروف ميرزا حسن شيرازي أصدر فتوى بتحريم استخدامه. الفتوى دي اتبعت على نطاق واسع حتى من ناس جوا القصر، وبسبب حجم الاحتجاج اضطروا إنه يلغي الاتفاقية سنة 1892. النجاح ده كان مهم لأن الإيرانيين شافوا إنهم يقدروا يوقفوا الملك والتجار الأجانب لما يتحركوا مع بعض. احتجاج التبغ كان واحد من أول الخطوات الكبيرة ناحية معركة أوسع للتغيير. سنة 1905 الناس رجعوا يحتجوا تاني. ما كانوش عايزين يغيروا صفقة تجارية بس، كانوا عايزين يحددوا سلطة الشاه. طلبوا دستور أو قانون واضح يحدد حدود سلطة الملك، وكمان كانوا عايزين برلمان علشان يبقى فيه ممثلين للشعب في صنع القوانين وصرف الحكومة. سنة 1906 وافق مظفر الدين شاه إنه يبقى فيه دستور وبرلمان اسمه المجلس. دي كانت واحدة من أولى تورات الدستورية في الشرق الأوسط، ولأول مرة بقى فيه طريقة قانونية لمحاسبة الشاه على قراراته ومنع الاتفاقيات السرية مع الأجانب. لكن البداية الكويسة دي ما استمرتش كتير. مات الشاه وجه ابنه محمد علي شاه مكانه. الشاه الجديد ما كانش عايز البرلمان يحدد سلطته، وكان عنده دعم من روسيا اللي كانت خايفة البرلمان الجديد يقلل من نفوذها في إيران. سنة 1908 القوات الموالية للشاه حصرت مبنى البرلمان في طهران، ضربوه بالمدافع. كتير من مؤيدي الدستور اتقتلوا أو اتقبض عليهم أو تعذبوا، لكن اللي كانوا بيقتلوا عشان الدستور ما ستسلموش. اتجمعت القوات من أماكن مختلفة في إيران. سنة 1909 دخلوا طهران وخلعوا محمد علي شاه. البرلمان فضل موجود، لكن فضلت المشاكل الداخلية وتدخل روسيا وبريطانيا تضعفه، والإيرانيين كانوا بيحاربوا عشان يبقى عندهم حكمهم بنفسهم. الإمبراطورين عملوا اتفاقية بخصوص إيران. سنة 1907 قسمت بريطانيا وروسيا البلد لمناطق حسب قوة نفوذهم. الجزء الشمالي اعتبروه تحت نفوذ روسيا، والجنوب الشرقي كان لبريطانيا، وفيه جزء في النص اعتبروه منطقة محايدة. ما استشاروش الحكومة ولا شعب إيران. حتى لو إيران ما بقتش مستعمرة بشكل مباشر، الاتنين إمبراطوريات عملوها كأنهم يقدروا يقسموها بينهم. وبعد سنة واحدة بس اكتشفوا حاجة زودت قيمة البلد أكتر. سنة 1908 لقوا احتياطي كبير من البترول في مسجد سليمان في جنوب غرب إيران. بدأوا يدوروا على البترول بعدما أدى الشاه سنة 1901 لمستثمر بريطاني اسمه ويليام نوكس دارسي حق التنقيب واستخراج البترول في جزء كبير من البلد. من هنا اتأسست شركة النفط الأنجلو فارسية. الشركة دي بقت بعد كده شركة النفط الأنجلو إيرانية، وفي الآخر بقت جزء من الشركة اللي معروفة دلوقتي باسم BP. البترول كان مهم جدا لبريطانيا.
في الوقت ده البحرية البريطانية بدأت تدريجياً تستبدل الفحم بالبترول كوقود للسفن. البترول أسهل في الاستخدام، وكمان بيساعد السفن الحربية تمشي أسرع. عشان كده إيران ما بقتش بس طريق للهند أو حاجز ضد روسيا، وبقت إيران كمان مصدر مهم للوقود لأقوى بحرية في العالم. سنة 1914 الحكومة البريطانية اشترت جزء كبير من شركة البترول، وبسبب كده بقى البترول الإيراني مهم بشكل مباشر لأمن وقوة بريطانيا العسكرية. ولما اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إيران أعلنت الحياد. ما كانتش عايزة تتحالف مع أي دولة، لكن برضو دخلت قوات روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية إيران. استعملوا أرض إيران كممر ومكان للمعارك. اتدمرت المزارع والتجارة، الجنود أخذوا جزء من الأكل والحيوانات، وكمان انتشرت الأمراض والحكومة كانت بتضعف. كتير من الإيرانيين ماتوا بسبب الجوع والمرض والفوضى. المؤرخين عندهم تقديرات مختلفة للعدد الحقيقي، بس الواضح إن الحرب سببت أضرار كبيرة جدا للناس العاديين. بعد الحرب العالمية الأولى الإمبراطورية الروسية القديمة انهارت وتأسس الاتحاد السوفيتي. الوجود الروسي في إيران ضعف مؤقتا. بريطانيا حاولت تقوي سيطرتها أكثر، خصوصا على النفط والحكومة، لكن عدد أكبر من الإيرانيين بقوا يعارضوا التدخل الأجنبي وسلالة القاجار الضعيفة. وسط الفوضى دي ظهر ضابط عسكري اسمه رضا خان. سنة 1921 ساعد في انقلاب إداله سلطة كبيرة في الحكومة. بالتدريج بقى هو قائد الجيش ورئيس الوزراء. سنة 1925 البرلمان شال سلالة القاجار. رضا خان هو اللي جه مكانهم وبقى رضا شاه بهلوي. رضا وعد إنه حيبني إيران قوية حديثة وحرة. عمل طرق جديدة، مستشفيات، مدارس، مصانع ومكاتب حكومية. وفي عهده كمان اتأسست جامعة طهران، وتعمل خط السكة الحديد العابر لإيران اللي ربط شمال وجنوب البلد، وقوى الجيش الوطني والحكومة المركزية. وكمان قلل من سلطة بعض زعماء القبائل، الحكام المحليين والمحاكم الدينية. رضا كان عايز الحكومة هي اللي تتحكم، مش الزعماء الدينيين هم اللي يكون ليهم السيطرة الأساسية على القانون والسياسة. وكمان أجبروا الإيرانيين يغيروا لبسهم وحياتهم عشان يبانوا عصريين من وجهة نظره. سنة 1936 حكومته منعت لبس الحجاب في الأماكن العامة. في ستات فرحوا عشان بقوا يقدروا يدخلوا المدارس ويشتغلوا، بس في كتير اتدبروا يلتزموا، وفيه اللي قرروا ما يخرجوش من البيت خالص. التغيير ما كانش اختيار الكل، الحكومة نفذت ده باستخدام الشرطة والقوة. وفي الوقت اللي كان بيحاول يخلي إيران عصرية، رضا بقى أقوى وأشد صرامة. هو أسكت المعارضين، سيطر على الإعلام، وقلل كتير من الحريات الحقيقية للبرلمان. سنة 1935 حكومته طلبت من الدول الثانية يستخدموا اسم إيران في تعاملهم الرسمي بدل فارس، لكن هو ما قدرش يشيل تأثير الدول الثانية بالكامل. ولما بدأت الحرب العالمية الثانية إيران أعلنت الحياد أكثر من مرة. كان فيه كتير فنيين ورجال أعمال ألمان شغالين في البلد وقتها. ولما ألمانيا هاجمت الاتحاد السوفيتي سنة 1941، بريطانيا والاتحاد السوفيتي خافوا إن ألمانيا تستخدم إيران ضدهم. وكان مصفاة البترول في عبادان مهمة جدا لبريطانيا. الاتحاد السوفيتي كان محتاج طريق آمن في إيران عشان يستقبل أسلحة وإمدادات من حلفائه. بريطانيا والاتحاد السوفيتي طلبوا من رضا شاه يطرد أغلب الألمان اللي في البلد. هو ما نفذش كل طلباتهم على طول. في أغسطس 1941 القوات البريطانية والسوفيتية هاجموا إيران. الجيش الإيراني انهزم بسرعة. رضا شاه اضطر يتنازل عن العرش واتنفى برا البلد. ابنه محمد رضا بهلوي اللي كان عنده 22 سنة وقتها مسك الحكم مكانه. الإيرانيين شافوا نفس اللي كان بيحصل زمان في بلدهم. الملك اتغير مش بقرار من الشعب، لكن لأن ده كان اللي عايزاه الدول الأجنبية القوية. الحلفاء استخدموا إيران كالممر الفارسي، وده كان طريق مهم للأكل والعربيات والأسلحة وإمدادات تانية كتير رايحة للاتحاد السوفيتي. لما خلصت الحرب العالمية الثانية سيطرة الشاه الجديد ضعفت، وبسبب كده البرلمان والأحزاب السياسية والجرايد رجعوا بقوة تاني. وكمان الجمعيات اللي كانت بتطالب بالحرية الحقيقية رجعت تظهر. لكن المشكلة الأكبر فضلت موجودة. شركة النفط الأنجلو إيرانية اللي كانت تحت سيطرة البريطانيين
فضلت تاخد كميات ضخمة من البترول من إيران. بريطانيا كانت بتكسب أكتر بكتير من اللي كان بيستفاد بيه كتير من الإيرانيين، وكمان الشركة البريطانية كانت مسيطرة بشكل قوي على المصفاة الكبيرة في عبادان. كان وضع العمال الإيرانيين صعب جدا في الوقت اللي الموظفين البريطانيين كان عندهم بيوت وخدمات أحسن بكتير. علشان كده البترول بقى رمز لتدخل الدول الأجنبية اللي استمر لفترة طويلة. في الوقت ده اشتهر السياسي محمد مصادق. كان محامي ومسؤول حكومي سابق، ومن زمان وهو بيدعم الدستور. كان مؤمن إنه البرلمان هو اللي لازم يكون ليه السيطرة، وإنه إيران لازم تتحكم في مواردها الطبيعية بنفسها. ما كانش عايز بس يستبدل بريطانيا بدولة قوية تانية، كان عايز إيران تاخد قراراتها بنفسها. في أواخر الأربعينات كان مصادق هو اللي بيقود الجبهة الوطنية، وهي مجموعة من الوطنيين والليبراليين وداعمين سياسيين تانين اتحدوا علشان ينهوا السيطرة الأجنبية على النفط الإيراني. الحكومة الإيرانية حاولت تطلب نصيبا أكبر من أرباح شركة النفط الأنجلو إيرانية، لكن بالنسبة لمصادق تقسيم الأرباح بس ما كانش كفاية، لأنه شايف إنه النفط ملك لإيران ولازم إيران هي اللي تتحكم فيه. في سنة 1951 البرلمان دعم تأميم صناعة النفط. التأميم هو إن الحكومة تأخذ شركة خاصة وتحطها تحت سيطرة الدولة، وبعد شوية بقى رئيس وزراء. محمد مصادق في البداية كان باين إن الإيرانيين كسبوا المعركة اللي طولت سنين. زعيم مدعوم من البرلمان وقف ضد أقوى إمبراطورية كانت بتكسب من أرضهم بقالها سنين طويلة. بس بريطانيا مش هتسمح إن شركة البترول بتاعتها تروح كده بسهولة. ومع تصاعد الصراع على البترول دخلت الولايات المتحدة على خط قصة إيران في عملية حتغير مصير البلد وحتدمر ثقة كثير من الإيرانيين في الديمقراطية الغربية. ومع زيادة الدعوات إن إيران تسيطر على البترول بتاعها بنفسها، اعتقل في مارس 1951 رئيس الوزراء حاج علي رزمارة اللي كان معارض إن الحكومة تستولي بسرعة على صناعة البترول. بعد كده زاد الدعم لمحمد مصدق أكثر. في إبريل 1951 البرلمان اختاره يبقى رئيس وزراء، وبعد شوية اتوافق على قانون خلال صناعة البترول تحت سيطرة إيران. بالنسبة لكثير من الإيرانيين الموضوع ما كانش فلوسه بس، البترول بقى رمز. بريطانيا بقى لها سنين بتكسب من ثروة إيران في الوقت اللي الإيرانيين كان لهم سيطرة قليلة قوي على البترول بتاعهم. بريطانيا رفضت تتنازل عن الشركة بسهولة، سحبت العمال البريطانيين من المصافي الكبيرة في عبادان ومنعت بيع البترول الإيراني لدول تانية. بسبب كده تصدير البترول تقريبا وقف، والحكومة خسرت دخل كبير جدا. الولايات المتحدة والبنك الدولي حاولوا يعملوا اتفاق. بريطانيا كانت مستعدة تزود الفلوس اللي هتديها لإيران، بس ما كانتش عايزة تتنازل عن السيطرة بالكامل. أما بالنسبة لمصدق كان شايف إن إيران لازم هي اللي تدير بترولها بنفسها. ومع تدهور الاقتصاد بدأت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كان فيه حزب شيوعي في إيران اسمه حزب توده. مصدق ما كانش شيوعي، بس الولايات المتحدة كانت خايفة إن حكومته تضعف وإيران تقع تحت تأثير الاتحاد السوفيتي. بريطانيا استغلت الخوف ده علشان تقنع أمريكا تساعد في الإطاحة بمصدق. في سنة 1953 المخابرات البريطانية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اتحدوا في عملية سرية اسمها عملية أجاكس. CIA وزعت فلوسا على سياسيين، جرايد، ضباط جيش ومنظمين. بعض الجرايد نشرت قصص ضد مصدق، كمان عملوا مظاهرات مدفوعة علشان يبينوا إن الدعم ليه بيقل. استخدموا سلطة الشاه علشان يشيلوا مصدق من منصب رئيس الوزراء. في الأول الخطة فشلت، الشاه هرب من إيران، لكن العملية ما وقفتش. في 19 أغسطس 1953 الشاه كسب دعم أجزاء من الجيش. حصلت معركة في طهران، وفي الآخر حكومة مصدق وقعت. اتقبضوا عليه واتحاكم قدام محكمة عسكرية، اتحكموا عليه ب3 سنين سجن، وبعدها اتحط تحت الإقامة الجبرية لحد ما مات. الشاه محمد رضا بهلوي رجع إيران وبقى أقوى من الأول، وكان للانقلاب ده تأثير كبير جدا. بالنسبة لكثير من الإيرانيين ده ورالهم إنه لما حاولوا يسيطروا على البترول بتاعهم عن طريق البرلمان ورئيس وزراء شعبي، بريطانيا وأمريكا ساعدوا عشان يطيحوا به. بعد الانقلاب اتكونت مجموعة من شركات البترول من بريطانيا وأمريكا وهولندا وفرنسا. بقى البترول ملك رسمي للبلد في العصر ده، لكن لسه كان في سيطرة كبيرة من الشركات الأجنبية على الإنتاج والبيع. من ساعتها أمريكا بقت الداعم الرئيسي ليه. أمريكا ادته فلوس وسلاح وتدريب ودعم سياسي،
إيران كانت مهمة لأمريكا عشان قريبة من الاتحاد السوفيتي وعندها بترول كتير، لكن كل ما كان الشاه بيقوى كانت السياسة الحرة بتضعف. هو سيطر على الانتخابات والإعلام، كمان سكت المعارضين السياسيين وتأسست الشرطة السرية بتاعته. كانوا بيراقبوا الطلبة، الصحفيين، الزعماء الدينيين وأعضاء البرلمان، الشيوعيين، القوميين، وأي حد بيعترض على الحكومة. كتير اتقبض عليهم واتحبسوا وتعذبوا. علشان كده الناس خافوا يتكلموا ضد الشاه. مع التشديد في الحكم، الشاه أطلق الثورة البيضاء سنة 1963. ده شمل توزيع الأراضي على بعض الفلاحين، حق التصويت للستات، وبناء مدارس ومستشفيات وطرق ومصانع ومشاريع تانية. ستات كتير قدروا يتعلموا ويشتغلوا. الطبقة المتوسطة كبرت، وكمان عدد الناس اللي دخلوا الجامعة زاد، بس الاستفادة ما كانتش متساوية. كتير من الفلاحين أخذوا أراضي صغيرة قوي مش كفاية يكسبوا منها، عشان كده نقلوا للمدن. ومع زيادة المباني الحديثة زادت كمان المناطق الفقيرة. كتير من التجار التقليديين وزعماء الدين فقدوا سلطتهم القديمة. واحد من أقوى المعارضين كان الزعيم الديني الشيعي روحولlah خميني. هو انتقد الثورة البيضاء، العلاقة القوية بين الشاه والولايات المتحدة، والسيطرة الشديدة من الحكومة. بالنسبة لخميني التحديث مش حرية حقيقية لو إيران لسه معتمدة على قوى أجنبية والناس مش قادرين يتكلموا بحرية. في يونيو 1963 اتقبض عليه بعد خطاب شديد ضد الشاه. أنصاره احتجوا والحكومة استخدمت الجيش عشان تمنعهم. في 1964 خميني انتقد تاني القانون اللي بيدي حماية قانونية خاصة لبعض العسكريين الأمريكيين في إيران. بالنسبة لكثير من الإيرانيين ده كان شبه الاتفاقيات القديمة اللي كانت بتدي حقوق خاصة للأجانب. عشان كده اتنفى خميني برا إيران. حتى وهو في بلد تاني كان بيبعت خطاباته عن طريق الكاسيت، كانوا بينسخوها في السر وبيوزعوها في الجوامع والمحلات والمدارس والبيوت. في الوقت ده إيران بقت غنية بسرعة بسبب ارتفاع أسعار البترول في السبعينات. هو عمل مشاريع ضخمة واشترى كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة. إيران بقت واحدة من أقوى القوى العسكرية في الشرق الأوسط، لكن بسرعة كمان ارتفعت أسعار السلع والبيوت، الفساد زاد، والفجوة بين الأغنياء والفقراء كبرت. وفي الوقت اللي كتير من العائلات كانوا بيعانوا، كانوا بيشوفوا حياة الرفاهية اللي عايشها العائلة الملكية. ولما وصلنا لأواخر السبعينات كان في مجموعات كتير بقت معارضة للشاه، من ضمنهم المتدينين، المحافظين، الشيوعيين، القوميين، الليبراليين، الطلبة، العمال، المثقفين، ورجال الأعمال. كل واحد فيهم كان عايز نوع حكومة مختلف، لكن اتفقوا كلهم على حاجة واحدة: لازم الشاه يمشي. في سنة 1978 الاحتجاجات انتشرت في كل إيران، وكل ما حد يموت في مظاهرة كان بيتعمل تجمع جديد بعد 40 يوم، وده حسب تقاليد الشيعية. وغالباً التجمعات دي كانت بتنتهي بعنف جديد، وده كان بيخلي الاحتجاجات تكبر أكتر. في 8 سبتمبر 1978 قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين في طهران. اليوم ده اتعرف باسم الجمعة السوداء. ده زود فقدان الناس للثقة في الشاه. الحكومة أعلنت الأحكام العرفية، لكن الاحتجاجات ما وقفتش. العمال في المصانع دخلوا في إضراب، البنوك، المكاتب الحكومية، وصناعة النفط. ولما عمال النفط وقفوا عن الشغل الحكومة خسرت دخل كبير. الشاه حاول يغير رئيس الوزراء ووعد إنه حيصلح الفساد والانتهاكات، بس كان فات الأوان. في 16 يناير 1979 الشاه ساب إيران، قال إن خروجه مؤقت بس ما قدرش يرجع تاني. في 1 فبراير رجع روح الله الخميني لطهران بعد حوالي 15 سنة من النفي. ملايين الناس استقبلوه. سقطت الملكية اللي حكمت إيران لعقود طويلة، لكن الجماعات اللي اتحدت ضد الشاه كان عندهم أحلام مختلفة للبلد. في ناس كانوا عايزين ديمقراطية، وفي ناس كانوا عايزين حكومة اشتراكية، وفي ناس تانيين كانوا عايزين الإسلام يكون الأساس الرئيسي للقانون والسياسة. عشان كده بعد ما تشال الشاه ابتدت معركة أكبر: مين اللي فعلا هيمسك الحكم في إيران الجديدة؟ لما رجع روح الله الخميني لإيران سقطت باقي قوة الملكية نهائيا. كتير من الجنود رفضوا يدافعوا عن الحكومة القديمة، لكن الجماعات اللي شالت الشاه ما كانوش كلهم عايزين نفس النظام الجديد. في ناس كانت عايزة ديمقراطية، وفي ناس كانت عايزة حكومة اشتراكية،
وفي ناس تانية كانت عايزة حكومة مبنية على الإسلام. أقوى وأكثر تنظيم كان جماعة الخميني، كان عندهم علاقات واسعة مع الجوامع والزعماء الدينيين ورجال الأعمال والناس العاديين. في إبريل 1979 صوت الإيرانيين: إن البلد تبقى جمهورية إسلامية. في النظام الجديد الناس لسه يقدروا يصوتوا للرئيس والبرلمان، لكن أعلى منصب هو منصب القائد الأعلى، وهو زعيم ديني شيعي أقوى من الرئيس. القائد الأعلى عنده سيطرة كبيرة على الجيش والقضاء والمخابرات ووسائل الإعلام الحكومية وكل القرارات المهمة في البلد. فيه كمان مجلس اسمه مجلس صيانة الدستور اللي بيراجع القوانين والمرشحين اللي عايزين يترشحوا. عشان كده فيه انتخابات في إيران، بس مش كل اللي بيعترضوا على النظام مسموح لهم يترشحوا. وفي نفس الوقت زاد الغضب تجاه الولايات المتحدة. في نوفمبر 1979 هاجم طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية في طهران، وفي البداية تم القبض في البداية على 66 أمريكي، بعدين 52 منهم فضلوا رهائن لمدة 444 يوم. بالنسبة للناس اللي استولوا على السفارة كان فيه خطر إن أمريكا تساعد الشاه من تاني زي ما عملت سنة 1953 بسبب أزمة الرهائن. العلاقة بين إيران والولايات المتحدة تدمرت تماماً، وأثناء تشكيل الحكومة الجديدة أنصار الخميني كمان أضعفوا باقي المجموعات اللي شاركت في الثورة. قفلوا الجرائد المعارضة. كتير من المسؤولين القدامى والليبراليين الشيوعيين والمنتقدين اتقبضوا عليهم أو اتقتلوا أو اضطروا يهربوا. الحكومة كمان فرضت قواعد دينية صارمة، ومن ضمنها قواعد اللبس للسيدات عشان يحموا الجمهورية الإسلامية. اتأسس الحرس الثوري الإسلامي أو IRGC، ولسه فيه جيش نظامي لإيران، بس الحرس الثوري اتعمل مخصوص عشان يحمي الحكومة الدينية نفسها. عندهم قوات برية خاصة بهم وبحرية وصواريخ ووحدات استخبارات، وليهم تأثير كبير في البزنس والسياسة. مرتبط بهم الباسج، ودي ميليشيا تطوعية عندها شبكة في المدارس وأماكن الشغل والقرى والأحياء، بيستخدموها وقت الحروب وكمان لما يحبوا يمنعوا الاحتجاجات. وما عداش وقت طويل ولقوا نفسهم قدام اختبار كبير. الحكومة الجديدة اتعرضت لاختبار. في سبتمبر 1980 العراق بقيادة صدام حسين هاجمت إيران. العراق كان فاكر إنه إيران ضعيفة بسبب الثورة، لكن الإيرانيين قاوموا والحرب استمرت 8 سنين. ناس كتير جدا ماتوا. المدن ومنشآت البترول اتدمرت. العراق كمان استخدمت أسلحة كيميائية. بدل ما الحرب توقع الجمهورية الإسلامية، الحرب ساعدتها علشان تقويها. الحرس الثوري الإيراني والباسج كبروا، وبقى أسهل يتقال على اللي بيعترضوا على الحكومة إنهم حلفاء للعدو. ولما الحرب خلصت سنة 1988 والجمهورية الإسلامية فضلت في السلطة، الخميني مات سنة 1989. النظام اللي بناه استمر تحت المرشد الأعلى اللي جه بعده. إيران كمان استخدمت جماعات مسلحة حليفة في أجزاء تانية من الشرق الأوسط، من ضمنهم حزب الله في لبنان، وجماعات تانية في العراق وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية. بيسموهم جماعات بالوكالة. هم مش جزء من الجيش النظامي الإيراني، لكن ممكن يستلموا فلوس وتدريب، أسلحة أو دعم سياسي من إيران. بالنسبة لإيران هم بيعتبروه خط دفاع ضد الولايات المتحدة، إسرائيل وأي عدو تاني. أما بالنسبة لأعداء إيران بيشوفوا إنه إيران بتستخدمهم عشان توسع نفوذها وتسبب فوضى في المنطقة. وكمان البرنامج النووي الإيراني بقى في قلب الخلاف. إيران بتقول إنه البرنامج ده للطاقة والأبحاث العلمية، لكن الولايات المتحدة، إسرائيل ودول تانية قلقانين إن ده ممكن يدي إيران القدرة على تصنيع سلاح نووي. مفيش حد يقدر يقول أكيد إنه إيران عندها قنبلة نووية. القضية الكبيرة هي إيران قريبة قد إيه من إنها تقدر تصنعها لو الحكومة قررت. عشان كده اتفرضت عقوبات على إيران، وتم تقليل تصدير البترول والبنوك والأعمال التجارية والتجارة بتاعتها. ده كان ليه تأثير كبير على الاقتصاد وعلى حياة المواطن العادي. وفي نفس الوقت الاحتجاجات لسه مستمرة جوه البلد. الإيرانيين احتجوا ضد الفساد والفقر وقضايا الانتخابات وقلة الشغل وارتفاع الأسعار والقوانين الصارمة على الستات. في سنة 2022 اندلعت احتجاجات كبيرة بعد وفاة مهسا أميني، بنت عندها 22 سنة. اتقبض عليها من شرطة الأخلاق بسبب طريقة لبسها للحجاب. الحكومة استخدمت القمع وقطعت الإنترنت ونزلت قوات الأمن، واستخدموا الحرس الثوري والباسيج عشان يمنعوا المظاهرات. هنا بنشوف ليه صعب إسقاط الجمهورية الإسلامية. مش معتمدين على قائد واحد بس، في المرشد الأعلى
مجلس صيانة الدستور، السلطة القضائية، أجهزة المخابرات، الإعلام الحكومي، الحرس الثوري، الباساج والشبكات الدينية، كلهم مع بعض بيحموا النظام. لو مسؤول واحد اختفى، في غيره جاهز ياخد مكانه ويكمل نفس الحكومة. لكن مهم نفرق بين الحكومة الإيرانية وشعب إيران. فيه ناس بتدعم الجمهورية الإسلامية، فيه ناس بس عايزين يغيروا شوية حاجات فيها، وكمان فيه كتير بيطلبوا حرية أكتر أو نظام جديد بالكامل. على مدار أكثر من 200 سنة، إيران مرت بحروب وانقلابات كتير، عقوبات وتدخل من دول قوية. الجمهورية الإسلامية استخدمت التاريخ ده علشان تقول إن لازم يكون في حكومة صارمة عشان إيران ما ترجعش تحت سيطرة الأجانب تاني. لكن في نفس الوقت النظام بيحمي البلد من القوى الخارجية، هو كمان بيحكم شعبه بقبضة حديدية. علشان كده قصة إيران الحديثة مش بس عن الدين، دي قصة بلد حاربت كتير علشان ما تقعش تحت سيطرة الأجانب، وفي نفس الوقت شعبها لسه بيكافح علشان حريته جوه بلده.